انا واحد البنت عندي 4 خوتي وعايشين مع والدينا كأي أسرة في العالم. بابا خدام على قد الحال وماما جالسة في الدار. امي واحد المرة اللي كانت كتبان لي انها داخله سوق راسها وما مدورش بها العيالات ومقابلنا مزيان. كل واحد فينا انا وخوتي كانت كتعلموا الادب وتوصينا على انفسنا واننا نتبعوا طريق الله. وحتى في قرايتنا كانت ديما كتسول علينا الاساتذه وتعرف واش كندخلوا ياك ما كنغيبوا وياك ما كنديروا الشغب. كانت صارمه معانا في هذه الناحيه وفي نفس الوقت حنينه علينا. ولكن غنتصدم واحد النهار فاش كنت جالسه مع صحاباتي مجمعين، وحده منهم قالت لي نقول لك واحد الهضره تقالت لي ولكن عندك يبقى فيك الحال. انا تخلعت قلت لها غير قولي. قالت لي راه تقالت لي بلي ماما كانت عاهره وبلي هذاك اللي كيحسبك هو باباك راه ماشي باك في الاصل. وقالتها لي قدام البنات الاخرين. انا تعصبت فاش قالت لي ديك الهضره وقلت لها امك هي العاهره ونوضتها معاها وتعصبت لدرجه ريشتها وما فكونا غير البنات. وبقى فيا الحال وما تيقتش انا طبعا ديك الهضره. كنقول هذه غير زعما ما حملانيش داكشي باش بغات دير لي المشكل زعما قدام البنات وتشوهني. المهم رجعت للدار وما فاش شفتني تخلعات عليا. قلت لي مالك يا بنتي وانا نبدا نبكي. قلت لها دابا مع صاحبتي وها شنو قالت لي. قلت لها ولكن امي انا عارفه هادشي ما كاينش. وقلت لها راني نوضتها معاها وضربتها مزيان. امي تصدمات وسكتات. ديك الساعه انا استغربت قلت لها مالك امي قولي شي كلمه. قالت لي والو وبدات كتسب في ديك البنت وكتقول عليها ما مربياش ومنعتني من انني نزيد نتلاقى معاها مازال. وفعلا درت بهدرتها ولكن ديك صاحبتي بحال شدتها حسيفه فيا حيت زعما ضربت معاها ونتفتها وضحكوا عليها البنات صراحه الله فاش ريشتها. وناضت نشرت الخبر في الليسن اللي كنا كنقراو فيه. كل شي قالت له بلي انا امي عاهره وبلي هذاك اللي كيحسبني انه با هو ماشي با وكل شي ولا كيقول عليا بنت العاهره. وانتم عارفين ماشي كيقولوها بهذا اللفظ، عارفين اللفظ باش كيقولوها بالدارجه ديالنا. وكنت كل مره كندوز مع شي حد بسبب هاد الهضره حيت كيكون دايز يا اما كيبغي يلوح لي شي كلمه زعما باش يعصبني يا اما كندوز حدا شي وحدين كيكونوا كيهضروا عليا كنصدق مضربه مع شي حد. ولكن مع الايام نهاريت بزاف واعترفت لماما انني كنتعرض للتنمر وبديت صراحه الله كنشك. كنقول ما يمكنش هاد الناس كاملين كيقولوا هاد الهضره على ماما. وقلت لها ياك ما بصح امي. وماما في الاول بدات كتسبني وكتغوت عليا كتقول لي ياك رديتي امك عاهره ياك تيقتي الهضره ديال البراهج. ولكن انا فاش بديت كنحكر عليها وبقيت كنبكي وكنقول لها عافاك امي قولي لي شنو كاين الا كاينه شي حاجه راه كي كتبقى يمي راه ما يمكنش نسمح فيك ولا نكرهك ولا راكي ماما. مسكينه بدات كتبكي وقالت لي بنتي. وبدات كتعاود لي انها كانت مصاحبه مع الاب ديال خويا الكبير وكان موعدها بالزواج ولكن حملها وخلاها سمح فيها وضحك عليها. وموراها ولدت خويا وجروا عليها صحاب دارها. في الحقيقه جروا عليها ملي كانوا عارفينها انها حامله. وبقات كتقلب على خدامي على حسب ما قالت لي وما لقاتش. ايوا صافي وهي تخرج من طريق النيشان ولات كتخرج مع الرجال الاخرين. وهي فاش ولدتنا انا وخوتي كل واحد من راجل. والغريب في الامر انها كانت كتولدنا متابعين. ما عرفتش واش ما كنتش كدير الحمايه ولا ما عرفتش. ولدت كل واحد فينا عام عام. يعني خويا الكبير كبير عليا بعام وانا وخوتي تقريبا نفس الشيء ما بيناتناش بزاف الاعوام. وهذا السيد اللي كيحسب لي انه بابا في الحقيقه ماشي هو الاب ديالي. قلت لي بلي غير كانت عاجباه حيت زعما كانت زوينه وبالخصوص في ديك الوقت كانت فاتنه الجمال وعجباتو بزاف وتزوج بيها وسترها زعما. وحنا خباو علينا الموضوع
امي كتعاود لي هادشي وانا مصدومه، كنقول لا ما يمكنش تكون الام ديالي دايره بحال هكا، ما يمكنش تكون ديك المراه الحنينه، ديك المراه المؤدبه اللي ما عندها حتى صحابات، ما كتنمم في حد، ما كتهضر في حد، كتصلي تابعه طريق الله. وحتى حنا بغاتنا زعما نكونوا بحالها، يكون عندها هذا الماضي. وما يمكنش داك الراجل اللي كنشوفو حنا اب ديالنا كيخدم علينا وكيصرف علينا ما يكونش هو الاب ديالي. دخلت في واحد الصدمه كبيره، وبقيت مده وانا على هاد الحال، وبزز باش رجعت نعيش حياتي طبيعي. وداك العام ما كملتوش في المدرسه، خرجت القرايه، وتا العام الاخر عاد رجعت وبدلت الليسي، ما قريتش في نفس الليسي. ولكن واخا نقول لكم رجعت لحياتي، داكشي باقي مأثر عليا شويه، باقي ما قادره نتقبل الماضي د ماما، وباقي ما قادره نتقبل ان هذاك ماشي بابا. وبغيت حتى انا نعرف الاب ديالي، وتا خوتي من بعد ساقوا حتى هما الخبار، وتا هما بغاو يعرفوا الاباء ديالهم، وتا مي بحال تخسرات حياتها مور هادشي، مور ما اننا زعما عرفنا، حيت ولات حشمانه قدامنا وما ردياش براسها. ولكن انا ما كنلومهاش، حتى هي ضحيه ديال واحد الراجل ضحك عليها، وكتبقى الام ديالي ولو تكون غلطه، ولو تكون دايره بصح الغلط ما كانش عليها تمشي معاه، وما كانش عليها تخرج الطريق، ولكن راه الام ديالي ودائما غنلقى لها تبريرات. ايوا صافي، هذه هي قصتي، واللي عنده شي حل باش نخرج من هذا المأزق وباش نخرج من هذه الحاله اللي انا فيها النفسيه دابا، اقترحوا عليا. وشكرا.